طيب ايه بقى هو موضوع التعلق اللي هو تقريبا 80% من شغلي واللي انتوا طول الوقت بتبعتوا لي عنه؟ قبل كده في واحده قالت لي يعني هو التعلق ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ التعلق سلاح ذو حدين. لو التعلق جاي من الحب وبيطور العلاقه يبقى تعلق جميل. لو التعلق كان بشخص بيسيء الينا يبقى اسمه التعلق الغير امن، وفي الحاله دي يبقى احنا محتاجين نتخلص منه. طيب ايه اللي ممكن يخلي واحده تستمر في علاقه مع حد بيأذيها؟ تعلق. ايوه، يعني ايه؟ انا عشان اشفى من التعلق لازم اعرف سبب. هديكوا امثله لبعض الحاجات اللي ممكن تخلي واحده تبقى متعلقه تعلق غير امن بشخص او العكس. رقم واحد بيسموه في من نفس كونسبت السكيرسيتي او الندره، ان الشخص بيتخيل ان لو ده خرج من حياته صعب جدا يلاقي حد تاني يحبه نفس الحب او يكون عنده نفس المقومات. هنا الكونسبت ده في دماغي بيصيبني بتعلق مرضي او تعلق غير امن بالشخص ده. تاني نقطة اني انا اكون قضيت معاه فترة من حياتي، فبالتالي انا خايف على الوقت اللي انا قضيته مع الشخص ده، او حاسس اني الوقت ده كده هيبقى ضاع هدر وابقى انا خسرت. وده طبعا غلط 100%، لان انت في الوقت ده كنت بتحب، في الوقت ده كنت بتتعلم، فالوقت ده كده انت نصيبك انه يكون ضايع من حياتك، فما ينفعش ان انا اكمل في علاقة بس عشان خاطر كده. ثالث نقطة مهمة جدا بتخلي الناس تتعلق هي احساسهم ان الطرف الموجود معاهم one of a kind. وده بيجي منين؟ بيجي من الخناقات اللي حواليه. يعني لو واحدة ست راجل بيتعلق بيها قوي لما يحس ان ده عايزها وده عايزها وده عايزها وده عايزها، فبيحس ان هي very high profile. كذلك بالنسبة للست لما الراجل ينشط عندها الهانتنج او يحسسها ان هو مطلوب هنا ومطلوب هنا ومطلوب هنا، فهي تحس ان هي محتاجة تبذل يا عيني مجهود مضني عشان خاطر تحافظ عليه، وبرضو العكس بالعكس. يبقى هنا عشان نتخلص من التعلق احنا محتاجين نتخلص من هذه الفكرة. اي احساس عندنا هو ناتج عن فكرة. لو انا عايزة اتخلص من الاحساس يبقى لازم انسف الفكرة. كل واحدة وليها طريقة عشان ننسف لها الفكرة. كونسبت مثلا زي كونسبت السكيرسيتي او الندرة ده محتاج يتغير المعلومة دي، وخاصة بالامثلة والناس اللي حواليكي وبالكونكشنز ان انت تبدأي تتعاملي مع ناس جديدة. تاني حاجة السنين اللي ضاعت. لا، احنا محتاجين نعرف احنا استفدنا ايه كويس قوي من التجربة دي عشان نعرف ان السنين دي ما ضاعتش. تالت حاجة لازم نعرف ان الشخص الخاين او الشخص اللي بيأذينا هو مش شخص مطلوب، بالعكس ده الخارج منه كسبان، الخسران وكسبان. ده احنا المفروض نبقى عارفين كويس قوي ان اللي هيجي تاني في حياته ده هيتنيل بنيلة اكتر ما احنا اتنيلنا، ونقول يا عيني هيصعب علينا، بدل من احنا نحس بانه هاي بروفايل. في اسباب تانية بتختلف طبعا من حالة لحالة. انصحكم لو انتوا في الحالة دي تعرفوا كويس قوي ان في علاج، وان العلاج ده هيقعد من 3 ل6 شهور، وانه محتاج طبعا متخصص، ولو مش متاح متخصص يبقى اقرا عن الحالة. بس لازم تعرف ان الموضوع هياخد وقت وهتتعالج، فما ينفعش ان انا اضيع سنين من عمري عشان هتعب 2 3 أو 4. يعني ما اعتقدش ان ده فكر كويس. بس المتعلق مرضيا ما بيبقاش متخيل ان هو ممكن يعدي المرحلة دي، بس انا اقسم لك بالله ان انت هتعدي. وحالات عندي كتير جدا زمانهم دلوقتي بيتفرجوا عليا ونفسهم يقولوا لكم يا جماعة هتعدوا، بلاش تضيعوا عمركم.